السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل مع بعض احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. طريقه سهله وبسيطه جدا بجد يا جماعه، من احلى انواع الاكلات اللي بحبها جدا. اول حاجه هنبتدي نعمل اللحمه المتعصجه. هنحط معلقه زبده كده، نص معلقه زبده كبيره وشويه زيت صغيرين، وبعد كده هنحط اللحمه المفرومه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. واول ما اللحمه كده تتقلب وتفك من بعضها، هننزل ببصلايه كده مفرومه في الكبه فرم ناعم، ونقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنحط بقى نحط التوابل، رشه كده من الفلفل الاسود، ده ربع كيلو لحمه على بصلايه. وحطيت رشه من القرفه ورشه من البابريكا، ممكن نحط اللي هي 7 بهارات، رشه بسيطه برضو. وطبعا بنحط الملح. بعد كده هنا معايا هنعمل الصلصة. حطينا كده بصلاية وسط. انا اقول لكم المقادير اللي انا عاملاها للصينيه. انا عامله ربع كيلو من اللحمه، وهعمل نص كيلو من الطماطم. حمرت كده البصلايه، صفرتها، وبعد كده حطيت نص معلقه صغيره من الثوم. وبعد كده ضربت طماطم نص ضربه، مش عايزاها ضرب ناعم قوي، مش عايزه عصير قوي، يعني عايزاها مكتله شويه. نص كيلو طماطم. وبعد كده حطيت رشة من الفلفل الاسود ورشة من الشطة ورشة من البابريكا والكزبرة الناشفة. وهنحط يعني نص معلقة سكر كده صغيرة، او معلقة صغيرة ممسوحة كده سكر. وهنسيب الطماطم تتسبك. طبعا انا حاملاها بزيت بس، يعني مش حاطه حاجه غير الزيت بس. بعد كده بقى انا مقطعه هنا البتنجان مكعبات زي ما انتوا شايفين. وهنحمر طبعا البتنجان، حابين تشوه في الفرن، حابين تعملوه زي تشوه زي البابا غنوج كده وتقطعوه، بتبقى حلوه برضو. بس انا حبيت بقى اعملها الوصفه الدارجه يعني، وهي البتنجان المتحمر عادي. هنحمر بقى البتنجان، ندينه لون حلو كده. عايزه اقول لكم التقطيع المكعبات دي حلوه قوي بجد كده، لما بتيجي تاكلوها في الغموس بتبقى حلوه يعني. هنا بقى وصل معايا للون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا كنت مقطعه فلفل رومي، هحمر برضو فلفل رومي، ممكن تحمروا فلفل حراق لو انتوا حابين يعني. خلصت بقى كمية البتنجان والفلفل ان انا محمراها. انا بحاول اختصر لكم الفيديو. معانا بقى الصلصة واللحمة والبتنجان. جبنا بقى صينية كده، او على فكرة البتنجان ده كيلو، يعني كيلو بتنجان على ربع لحمة على نص طماطم. حطينا معلقة صلصة كده في قعر الصينية، وبعد كده حطينا البتنجان، فلفل ان انا محمراه بقى سواء سبايسي زي ما انتوا شايفين او رومي. وبعد كده حطينا اللحمة، طبعا طبقات بتنجان لحمة صلصة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنوزع اللحمة كلها على الصينية. وبعد كده بقى هنحط الصلصة زي ما انتوا شايفين. انا عشان كده ما خليتكوش يعني تخلوا الطماطم يعني تبقى سايبة قوي، انا عايزاها تبقى قطع كده، علشان لما تيجوا تغمزوا المسقعة ما تبقى سايبة من بعض. عايزاها تبقى قطع، بتبقى احلى وبتفرق في التست اوي والله يا جماعة. في اكلات كده الصلصة ما تبقى ماسكة نفسها شوية تبقى حلو. طبعا لازم نسبكها. هنا بقى قطعت طرنشات طماطم وطرنشات فلفل، وحطيتها على وش الصينية زي ما انتوا شايفين كده، نرصصها. وفي الاخر بنحطها في الفرن، بنشغل ممكن تحت شوية كده في الفرن لمدة يعني 10 دقايق او 5 دقايق من تحت. وبعد كده بنديها بقى وش لغاية اللون اللي انتوا حابينه، بس نخلي بالنا طبعا ما ننشفهاش قوي. كنت عاملة معاها رز، بتبقى حلوة جدا مع الرز، جربوها يا جماعة. هي مسقعة معروفة الدارج ان هي بتتاكل بالعيش، بس بالرز بجد تيست تاني وطعم تاني، تحفة والله يا جماعة. انا بشوف الاتراك بياكلوا المسقعة بتاعتهم بالرز، بجد جربتها ما بقتش اعمل مسقعة الا معاها رز. وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم وباي باي.